اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بضيفي العزيز. منظر ملاعب وحشتنا، ومنظر الفوز، ومنظر الاجوان، ومنظر الفرحه. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا بيك يا سيد. منورنا. ده انت اللي منور كل يوم. هنعمل ايه مع غينيا؟ والله ان شاء الله يبقى ماتش كويس، وان شاء الله المنتخب يفوز باذن الله ويأكد صدارته للمجموعه ونوصل للحلم اللي بيحلم بيه كل الشعب المصري. طبعا هي حاجه يعني في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي تبسط الناس شويه، حلم بنحلمه بقالنا فتره طويله ان المنتخب ان شاء الله يكون موجود في كاس العالم في البرازيل باذن الله. امبارح كان في ازمه كبيره، وكابتن ضياء السيد دخل معايا على الهاتف هنا، مدرب عام المنتخب، ما كانوش لاقيين ملعب والدنيا قفلت معاهم. الفيفا النهارده ابلغ مصر بموافقته على ان يكون الجونه هو ملعب المباراه. هو ده مع كل اسف يعني ده حال من حال حاجات كتير في البلد مش مظبوطه. طبعا احنا منتخب مصر النهارده ما يلاقيش ملعب يلعب عليه ومحدش يستضيفه، دي من ضمن الحاجات اللي محزنانا. يعني احنا النهارده كنادي الزمالك والنادي الاهلي حتى لما بنيجي نلعب ماتشات البطوله الافريقيه عمالين ندور على ملعب عشان نلعب عليه، ودي مشكله كبيره. مناشده طبعا اكيد للجيش والشرطه ان منتخب مصر والانديه اللي بتمثل مصر يجب ان يقفوا وراها، لان اعتقد اكبر رساله واقوى رساله توصل للعالم حتى لو بدون جمهور، بس يبقى فيه المباريات مقامه الناس كلها بتتفرج عليها، لاني اعتقد النهارده بتوصل صوت قوي جدا جدا لكل العالم بره، وبالذات اكيد طبعا كره القدم. بس مين السبب في ده؟ مين اللي وصلنا لده؟ والله طبعا اسباب كتير طبعا، يعني اسباب كتير طبعا وصلتنا لده. لو عدينا حاجات كتير طبعا، الفوضى اللي عشناها فتره طويله، لان الناس للاسف فهمت الحريه ان هي الحريه مش ان انا اتعدى عليك وانت تتعدى عليا، لا، الحريه دي ليها اولويات، والجماهير طبعا سبب في ده. طبعا المشكله اللي حصلت في بورسعيد اعتقد ان هي سبب في ده. غياب او قصر الامن في 25 اعتقد ان برضه سبب من ضمن الاسباب. كل الحاجات طبعا كانت حاجات مقصوده والكلام ده وكده، انما ما نتمناه طبعا ان احنا عايزين نبص لقدام، يعني ان احنا نبص بقى لقدام، ما نبداش نفكر اصل الناس دي بتطلع، اصل الناس دي بتروح، اصل الناس دي بتيجي. لا، احنا عايزين يكون في رد فعل قوي، ان لا، انا هامن الماتشات بدون جمهور خلاص والكل يلتزم، يبقى طالما قلت بدون جمهور يبقى الكل يلتزم. بس ماتشات منتخب مصر لازم تقام وتقام بشكل كويس. مباريات الفرق اللي بتمثل مصر تقام، ولو طلع قرار زي ما احنا دلوقتي الشعب المصري كله في وعيه بالتزامه بالحظر مثلا، واحنا دلوقتي اعتقد اني ضرب مثل كبير، الناس كلها ملتزمه بالحظر والناس كلها بتبقى متواجده في بيوتها والكلام ده وكده. نفس الشيء كمان الجماهير كمان لازم يكون عندها حس وطني. لو المباراه بتقام بدون جماهير خلاص الموضوع منتهي، لاني اعتقد من وطنيه كل واحد ان في الظروف الصعبه دي ان كل واحد يلتزم بالقرارات اللي بتطلع. كابتن احمد، كانت مفاجاه لناس كتير انك عملت مبادره جيده جدا وبعت رساله عبر الفيسبوك للطيب اردوغان. كانت مفاجأة، مش غضبك ولكن التعبير عن غضبك من أردوغان لموقفه تجاه مصر وتجاه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. الفكرة طقت ازاي؟ يعني قول لي التفاعلات اللي تمت جواك لحد ما. لا، هي مفاجأة، مش مفاجأة، لأن يمكن المقربين مني يعرفوا إن أنا بيبقى ليا حاجات كده كل شوية كده، يعني طلعات. بالظبط، يعني حاجات كتير. يمكن أنا بعد أوقات كده بكتب حاجات، أو مش بلاش بكتب لأن أنا مش من هواة الكتابة، ولكن بطلع الحاجه اللي انا بحسها. فيمكن رغم ارتباط التركيه، ويمكن ده اللي انا قلته في الكلام اللي انا قلته، مش عايز اقول كمان مقال لان انا مش اعلامي مش كاتب. بالظبط، هي رساله او رسائل انا كنت بعملها. انا عندي حاجات كتير كاتبها، رسائل في الوقت اللي هي كانت فيه صعوبه، يمكن كانت للنائب العام اللي كان موجود قبل كده، يمكن كانت حاجات لحس الناس على الوطنيه والكلام ده وكده، ولكن كان رجب طيب اردوغان طبعا انا ما عجبنيش الموقف اللي هو واخده تجاهنا. يعني اعتقد اني هو مش ادرى بشعبنا، هو مش ادرى بمشاكلنا، هو مش ادرى بمصالح الوطن. هو راجل مسؤول عن تركيا، رغم علاقتي الشديده جدا جدا بتركيا. انا المفروض ان انا فترات طويله ببقى موجود في تركيا، حتى في الاجازات ليا اصدقاء كتير هناك وكده.
على الرغم من حب الشديد للبلد، يمكن انا لعبت فيها اكتر من لعبت في مصر، انا 8 سنين متواصله متتاليه والحمد لله يمكن بحظى باحترام الجميع هناك. ولكن انا مش عارف يعني اهتمام زياده عن اللزوم، اساءه لرموز موجوده في مصر، وده احنا طبعا ما نقبلوش باي حال من الاحوال. اساءه كمان كانت لفضيله الامام الاكبر لشيخ الازهر وشيوخ الازهر كلهم، وانا يمكن قلت في رسالتي ليه ان شيخ الازهر ده بالنسبه لنا ما بيمثلش المصريين او ما بيمثلش المسلمين بس، لا هو بيمثل كل الاسلام في كل مكان في العالم. فكانت رساله طبعا يمكن انا بداتها لازم اقول ان الراجل ده ليه ايجابيات نعم. لان احنا مش عايزين يحصل زي ما حصل قبل كده ان احنا لما حد بيقع بننهي كل ايجابياته ونبدا نتكلم على سلبياته. لا، الراجل ليه ايجابيات طبعا في تركيا، لان انا كنت موجود في الوقت اللي هو كانت تركيا فيها شبه ان الدوله فيها مشاكل كبيره وافلاس كبير. هو راجل جه عمل تطور كبير طبعا في تركيا، ده حقه، ولكن اللي ساعده في ده لان الشعب التركي بيحب يشتغل. الشعب التركي بطبيعته هو شعب بيحب يصنع وبيحب يشتغل وبيجتهد. انما طبعا تدخلاته الغريبه طبعا، يمكن انا حتى بدات رساله قلت له على الرغم من اني كنت احبك، ولكن تدخلاتك اللي انت بتتدخلها في مصر دي اعتقد اني انا شايف اني انت بتتدخل في بلدنا اكتر ما بتتدخل في مصر. وبدات طبعا رساله انا اعتقد ان هي معاك موجوده. نعم. ان طبعا تدخلات ان اساءه لشيخ الازهر وده احنا ما نقبلوش طبعا. ان بلدنا فيها ناس شرفاء وطنيين هم ادرى بالمصالح. كمان نسال الاتراك اللي اتخرجوا من الازهر بالظبط طبعا، لان انا قلت له الازهر ده قيمه وقامه يمكن هو ما يعرفهاش، فهو اساءه زي ما قلت ان هي اساءه لكل جموع الاسلام، لان الازهر ده ما بيمثلش مصر بس، هو بيمثل كل الناس اللي جت درست في الازهر او من كل مكان في العالم. وانا حتى قلت له اسال اهل بلدك اللي جم اتعلموا هنا في الازهر عن قيمه وقامه الازهر. نعم. واعتقد ان الحمد لله احنا عندنا. وفي الاخر طبعا ختمت ان بمثل هذه الاساليب طبعا اعتقد ان بتخلق نوع من انواع العداوه. نعم. بين شعبين. وان كنت طبعا في بدايه رساله برضه قلت له ان انا عارف انك انت لا تمثل الشعب التركي بالكامل، لان اعتقد ان في ارتباط وثيق بيننا وبين الاتراك، احنا في محبه وفي ارتباط من ازل السنين بين الشعب المصري والشعب التركي، واحنا بيربطنا دين واحد طبعا، دين الاسلامي. فيمكن دي الحاجات اللي انا وجهتها لي. وفي الاخر طبعا يمكن كانت نهايه الرساله ان بلدنا فيها ناس شرفاء، فيها جيش وطني بيحبوا يخاف على بلده وهم ادرى بمصلحه بلدهم. فدي كانت رساله. شفت الفيديو اللي لما حاول يركب حسام عربي رفض انه يركبه، والطيب اردوغان وقلبه وضربه برجله كمان في منطقه حساسه، قالوا كان هيخلص عليه. انت عملت مشاهده عاليه جدا، والكل قال ان حتى الحصان العربي رافض ان الطيب اردوغان يعتليه. والله يعني لا انا ما شفتش طبعا الفيديو، ولكن اعتقد ان احنا كمصريين او احنا كحكومه او احنا كشعب ما بنتدخلش في امور اي دوله اخرى. اعتقد ان احنا من حقنا كمان ان ما حدش يتدخل في امورنا، وما حدش، لاني اعتقد ما حدش ادرى بمصالحنا الا الناس اللي موجودين واللي عايشين هنا، والناس فعلا اللي بيحبوا البلد والوطنيين اللي بيخافوا على بلدهم. فهو الموضوع كله هو من منطلق خوف وحب على البلد. ما اكتفيتش برساله للطيب اردوغان، الرساله دي وصلتها الاول لاصدقاء ليك في تركيا، يعني تضمن انها توصل لاردوغان علشان والله انت عارف طبعا احنا بقينا دلوقتي دايره مغلقه خلاص، العالم كله بقى دايره مغلقه، واكيد طبعا وصلت، لاني يمكن انا عندي الموقع الرسمي بتاعي واغلبيه الناس بتدخل عليه وبتاخد منه اخبار والكلام ده وكده. واعتقد ان هي وصلت بشكل عام. يعني اصحابك الاتراك وزمايلك القدام لما بتكلمهم بتلاقي انطباعهم ايه؟ متضامنين اكتر مع اردوغان، معترضين على تدخله؟ لا هو طبعا كل فصيل اللي بينتمي ليه هتلاقيه طبعا معاه. المعارضه بتاعته هتلاقي خلي بالك في تركيا برضه في معارضه شديده، بس في الوقت الحالي يمكن نجاحات الراجل، ودي شيء مهم، هي اللي خلت ان المعارضه خلاص ما بقاش في شيء ان هم برضه تبقى قويه. انما طبعا في معارضه ليه كبيره جدا جدا طبعا. ظهرت في ميدان الاستقلال كانت واضح ان بدا في معارضه، وهو بدا يستخدم عنف في مواجهتهم. بالظبط. بس هي ميزه بقى الشعب التركي ان هو بيفصل، لان هو شعب عايز يعلى ويتقدم، شعب بيشتغل عايز يشتغل. نعم. فدي الميزه، لان انا عشت شعب مش عايز يشتغل قوي.
دي مشكله. يعني عايز اقول لك ان احنا دلوقتي عمالين كل شويه مشاكل، وعمالين كل شويه امتى هنفكر بقى ان احنا نطلع لقدام ونشتغل عشان كل واحد. يعني انا سعيد جدا بحب الناس ووطنيه الناس والكلام ده وكده، بس الحب ده عايزين يترجم لافعال، يترجم لافعال اللي هو بقى نبدا نشتغل، نبدا نحط ايدينا في ايدين بعضينا. عجبني حاجه شفتها كويسه قوي، كان بوست كده واحد صاحبي كان منزله كده على الفيسبوك وكده، قال لك جربنا كل الاعتصامات وجربنا كل الوقفات ولكن ما جربناش واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني امتى بقى هنتجمع فعلا كل فئات وكل طوائف الشعب على حب الوطن ده بالفعل مش بالكلام؟ كلنا هنطلع وبنتكلم وبنقول كلام كويس احنا وطنيين وبنحب الوطن ومساندين للجيش. بس ايه الاماره بقى؟ ادينا اماره. الاماره بقى ان احنا فعلا نسعى وان احنا فعلا نشتغل وان احنا فعلا من ضمن الحاجات. والله انا قبل ما اجي لك رسائل كتير قوي ولازم ان انا هقولها لك لاني انا الناس امنتني وانا هقولها. يمكن انا كنت في الاقصر من سنه، والناس والله قبل ما اجي صديق ليا طبعا محمود يمكن كلمني وقال لي قول على معاناه الناس في الاقصر، الناس ما بقتش لاقيه خلاص. يعني محمود ادريس. محمود ادريس طبعا ما هو كان معانا على الهاتف بالظبط. انا كنت موجود في الاقصر من سنه، كنت في حاجه كده، كان في مؤتمر كده كانوا عاملينه، وبصراحه فعلا معاناه شديده يعني فعلا الناس هناك. انا ببعت لي كل بتوع السياحه بيصرخوا بيقول لك احنا هنوصل خلاص، يعني هتوصلوا المجاعه. كنت طبعا دي من ضمن الحاجات ان فعلا الناس بتعاني هناك، وهي كانت اعتمادها كلها على السياحه. وسبحان الله هو ربنا مدينا نعمه ومدينا شيء احنا مش قادرين نحس بيه. يعني احنا ربنا مدينا، لان انا طبعا كنت موجود في تركيا. تركيا طبعا بلد سياحيه بيجي لها ناس كتير، بلد جميله، بس هم الناس بيعرفوا ازاي يستخدموا البلد بتاعتهم في ان ازاي يسوقوها بشكل كويس. احنا عندنا افضل منهم مليون مره، بس مع كل اسف ان احنا باللي احنا عمالين نعمله دلوقتي ده يعني احنا عمالين ندور على قائد، وعمالين ندور على ان احنا كل الشكر طبعا للاخوه العرب اللي بيقفوا جنبينا وبيساعدوا والكلام ده وكده، ولكن احنا عندنا ان احنا ما نحتاجش كل الكلام ده كله. عندنا ربنا مدينا جو كويس، عندنا ربنا مدينا سواحل كويسه، حاجات كتير قوي نقدر نستغلها. كنت في الغردقه والله، كنت في عند مستر كامل أبو علي، مش عايز اقول لك ان كل التولات قافله هناك. نسبة الإشغال 8%، نسبة الإشغال 11%، نسبة الإشغال 21%. طب ليه النعم اللي ربنا مديها لنا دي كلها احنا بنرفضها؟ انت شايف ان ده حاصل بسبب المظاهرات اللي بتحصل في مصر؟ اكيد طبعا. انا قريت لك حاجة انت ضد المظاهرات قوي، منتقدها بشدة الان. مش مسألة ضد، هو يعني انا من الاول خالص ضد المظاهرات. يعني نعم. انا من الاول خالص ضد اني هي مش مسألة ضد، بس مظاهرات لإيه؟ يعني هي المسألة مش مسألة ان هي مجرد ان انا اطلع وفي الشارع وناس تقف وناس هم بيتظاهروا عايزين يرجعوا محمد مرسي باختصار. خلاص يعني انا شايف ان من الدور الوطني بقى اللي احنا بنتكلم فيه، لان في النهاية انا بالنسبة لي وانا معاك دلوقتي انا ما يهمنيش مين اللي موجود، مين اللي بيحكمني. انا اللي يهمني ان زي ما بنقول ان المواطن البسيط ده، ان اللي عايز يعيش ده وراضي باقل حاجه، ما يهموش مين اللي بيحكمه. انا ما يهمنيش دكتور محمد مرسي، ما يهمنيش مين اللي هيجي بعده، ما يهمنيش مين هيكون رئيس جمهوريه، ما يهمنيش دلوقتي الدكتور عدلي منصور، ده مش مهم بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي ان الرئيس اللي يجي هو يوفق من الحس الوطني بالنسبه لي، ان انا اساعده ان ازاي فعلا بلدنا ترجع تاني اقوى مما كانت. فلازم الناس دي برضه تفهم نفس الحكايه، ان خلاص هي المساله زي ما بيقولوا بس مش ترجع لورا. طب انا علشان ما يبقاش كلامك يعني ايه زي المجعلصين اللي بيقولوا بتوع السياسه والحاجات دي. تمام. طيب انا هستاذنك معايا الاخ العزيز المحترم المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان. اهلا وسهلا سياده الوزير. اهلا، مساء الخير يا استاذ خالدي. معلش انا بعمل مداخله لاني لا هو انا استجرت بيك وطلبتك. انا تحت امرك، وانا بس عايز اطمنك، انا اديت تعليمات فورا دلوقتي. انا عرفت موضوع المحبس ان الميه مستمره في الصف من 8 ل 8. انا هنسق ان شاء الله مع القوات المسلحه ومفيش اي مشكله. انا بقول لحضرتك الميه مستمره. الصبح باذن الله بعمل برنامج للاصلاح الفوري، بس هعمله بالليل من 8 بالليل. ايوه كده. وانا واقف
في المحطه اي حد هيكون موجود جوه الموقع في المحطه واقف على المحبس لغايه ما اضمن بامر الله يعمل هو كده المهندس ابراهيم محلب كده تمام، ومش هتحرك من الجيزه كده الناس تستحمى وتسهر بقى براحتها وتقوم تشرب ميه الصبح، كده الدنيا حلوه. بس هيعذرونا من 8 بالليل ل 8 صباحا، وفي نفس الوقت بغطي في الفتره دي احط عربيات في كل الاماكن فيها ميه بحيث الناس تبقى دي اقل فتره الناس يعني اصل هي فتره الصحة من 8 ل 10 ل 11 الناس صاحيه هتعرف تمشي نفسها بكام ازازه وخلاص، لكن هي كانت الصبح هي اللي صعبه. لا يا فندم، ما ينفعش الكلام ده خالص، والكلام واضح. الميه مستمره الصبح، وانا موجود باذن الله من الصبح بنظم عمليه الاصلاح مع الزملاء، وبالليل انا موجود في الموقع على المحبس ده لغايه ما اتصلح واضمن ان كل حاجه سليمه. بشكرك جدا، بطمن الناس، وانا انا بشكرك على الاستجابه السريعه، ربنا يخليك. شكرا يا فندم. بشكر المهندس ابراهيم محلب. اطمئنوا، الميه مش هتقطع، مفيش ميه مقطوعه في الجيزه الصبح، الميه هتتقطع من 8 بالليل. المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان استجاب لدعوتنا وهيعمل اجراءاته باستثناء للناس يتجاوزوا حظر التجول، وهيكون واقف بنفسه لحد ما الميه ترجع لكم، تقوموا الصبح تلاقوا الميه في الحنفيات. مفيش ميه في الجيزه مقطوعه الصبح خلاص. اتفضل. انت كان عندك انت السؤال، انت قلت لي مش عايز كلام المجعلص بتاع السياسيين. ايوه مش عايز اقول لك انتوا رياضيين بقى، وانت رجل وطني ومعروف وبتعمل حاجات كتير. طب الرياضيين انت شايف انهم قايمين بدور، مش الرياضي بس مش دوره انه يلعب كوره او طبعا ياخد فلوس او ياخد حب الناس، لازم يرد حب الناس ده. انتوا ايه المبادرات اللي عاملينها؟ ايه انتوا مادين ايديكم للبلد ازاي؟ بتعملوا ايه؟ والله رغم ان احنا طبعا جهه قويه جدا جدا، ولكن يعتبر من اضعف الجهات اللي موجوده، يعني ده مع كل اسف طبعا. احنا كرياضيين المشكله ان كل يعني مش عارفين نتجمع مع بعض ان احنا فعلا نعمل مبادرات تخدم الوطن. كل واحد طبعا في اتجاهه، يعني انا ما اقدرش طبعا، لان في ناس كتير من الرياضيين بتعمل حاجات كتير كويسه. يمكن من ضمن الحاجات احنا كان في مؤتمر امبارح لوضع بنود في الدستور اللي هيتحط في الدستور الجديد، ان يكون الرياضه ليها بنود في ان هي تنفصل تماما عن الدوله وكده، يعني امور طبعا هي خاصه بالناس اللي هم الاكاديميين اللي هم يقدروا يفسروها اكتر. انما احنا انا بقول وبنادي طبعا، احنا في تقصير مننا ان احنا فعلا لازم حب الناس ده اللي ربنا انعم علينا بيه، ان فعلا لازم يكون في دور توعيه اكتر من كده، ان يكون في لينا دور اكبر من كده مع ان احنا فعلا يكون في توعيه لكل الناس اللي موجوده، يكون في حس وطني، ان احنا نحس الناس فعلا على حب الوطن، على الاجتهاد. كل الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح، وانا بقول لك ان احنا فعلا مقصرين، ولكن هو جزئين طبعا. انت عارف ان يمكن كان بيحصل ده لما بيكون في شويه، انت عارف ان النهارده طبعا رياضه اللعيبه حالها مضروب برضه، في لعيبه مش واخده فلوسها لا بغض النظر مش قصدي، انا قصدي في حته التوعيه، انك انت النهارده تبقى موجود وتقوم بالدور اللي هو دور التوعيه بالنسبه للشباب، او انك انت النهارده الناس اللي بتثق فيه صغيره، او الناس تلاقيكوا واقفين جنب منطقه فقيره، جنب طلاب مدارس، مش والله طبعا في طبعا ده دور انساني واجتماعي مهم. يعني في طبعا انا ما اقدرش، انا في ناس كتير طبعا بتقوم بالدور ده، وفي ناس كتير بتعمل حاجات كويسه. انا يعني كل واحد فينا على قد ما بيقدر طبعا بيقوم باللي هو بيقدر عليه والكلام ده وكده. انما اعتقد ان الظروف صعبه شويه، صعبه على الكل في الوقت الحالي، وان كان اعتقد الناس كتير بتعمل ده، ومش لازم يكون ظاهر علنا طبعا بالنسبه للناس كلها. لكن في الاعمال الجماعيه بتبقى في حاله كده، بتولد حاله كمان عند الناس، يعني بيبقى في كده لما بص يمكن طبعا انت عارف في الفتره الاخيره مع كل اسف ان احنا قدرنا نعمل صوره سيئه جدا جدا، ان احنا ما نخليش حاجه في حاجه اسمها رموز، في حاجه اسمها كبير، كله اتكسر يعني بالظبط. وده كان انا من وجهه نظر الله اعلم ان ده كان مقصود، ان ما يبقاش في حاجه اسمها رمز، ان ما يبقاش في حاجه اسمها كبير. ودي مشكله كبيره جدا جدا، لان الحاجه اللي تقلقك وتخوفك هو غياب الاخلاق. دي اللي تصعب عليك اي مهمه طبعا. انما النهارده انت عارف، لو النهارده انت متواجد وبتقدر زي ما انت حب الناس ده، بتقدر انك انت تسيطر على الناس، بتقدر انك انت تتكلم مع الناس بتسمع لك، الناس بتلجأ لك. انما المشكله ان اللي حصل في الفتره الاخيره
ان اقضي على حاجه اسمها رموز، اقضي على حاجه اسمها قدوه، اقضي على حاجه. هو الفوضى كده لازم يبقى كده. يعني انت عايز في فوضى لازم يبقى في، ما فيش حاجه اسمها كبير. انت عارف المثل بتاعنا اللي هو دايما في البلاد الصغيره كده يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير، عشان يبقى يعني يبقى في واحد هو اللي بيقدر يتكلم مع الناس، هو اللي بيقدر يسيطر مع الناس. انما ده اعتقد ان في الفتره الاخيره قدروا يوصلوا لده، قدروا ان هم يخلوا خلاص مفيش حاجه يعني ان احنا نكسر كل حاجه. ولكن اعتقد ان بفضل الله ان شاء الله وبوعي الشعب المصري ان شاء الله باذن الله ان يرجع تاني يبقى في احترام متبادل بين الناس وبين بعضيها، نرجع تاني تبقى ايدينا في ايدين بعضينا، نرجع تاني ان احنا نخاف على بعضينا. اعتقد ان ناس كتير كان مضحوك عليهم بدأوا يفهموا ان اعتقد ان الناس دي ما بقتش هي دلوقتي اللي بتخاف علينا ولا بتخاف على ديننا ولا بتخاف على بلدنا. لا، الناس كان ليها اهداف وكان ليها اهداف وما زالوا ان هم بيساندوا عشان ليهم اهداف، عشان تقسيم البلد دي واضعاف البلد دي زي ما بيحصل دلوقتي مثلا في سوريا. وناس كتير فرحانه بغض النظر ان احنا مختلفين طبعا عن الوضع هناك والكلام ده وكده. بغض النظر النهارده الناس اللي فرحانه عشان سوريا هتتضرب، هو النهارده لما تيجي هو الناس لما تيجي تضرب هتختار بين مؤيد ومعارض عشان فده كان مخطط طبعا. انا من وجهه نظري انا لا راجل لا سياسه ولا كده، بس انا شايف كده ان ده كان مخطط ومخطط افسد. فبالتالي من امتى امريكا هي قلبها حنين علينا ولا على الدين الاسلامي؟ من امتى الدول الاوروبيه كلها يعني نفسها ان مصر تبقى اكبر دوله في العالم؟ كان بيدافع عن كلمه الله اكبر في سوريا، حد بيقول له ده ارهابيين، قال له ده بيقول الله اكبر. الله اكبر ده مش ارهاب، ده حاجه طبعا احنا عارفين انه مش ارهاب، بس هم يشوفوه لما حبوا يشوفوه عند البطوطي وهو بيقول الله اكبر. ما هو ماكين ده اللي قال انا هدم الكعبه. انا يعني غالبا هو ماكين اللي قال ان انا يعني من ضمن الحاجات ان انا عايز اهد الكعبه، لاني فراجل مش بين يوم وليله بقى خلاص يعني هو المؤيد. وخلي بالك الحمد لله الدين الاسلامي موجود وهيظل موجود. تسمح لي بحاجه؟ اتفضل. لان انا قلقان ممكن يكون التاخير فيها انقاذ لحد. انا جاي لي رساله بتقول ان في عين شمس في مجموعه من المصابين بالخرطوش عاوزين يودوهم المستشفى. بتقول الرساله وانا مش متاكد من ده ان الاخوان محاصرينهم وبيستغيثوا، لا لاقيين شرطه ولا جيش، وفي مصابين موجودين، وفي نمره السيده اللي ايوه عندكم النمره كلمتوها وبلغتوا وزاره الداخليه؟ طيب شكرا. الزملاء فوق قاموا بالواجب واتصلوا بوزاره الداخليه وبلغوها وقالوا لهم ان احنا هنشوف وهنحاول نبعت لهم عربيه اسعاف، هنتصرف ونروح حالا. مره اخرى انت بعت كمان رساله لاوباما. لا انت مش سايب حد، انت شغال على الرؤساء دلوقتي. مش رساله والله ولا حاجه، هي بقول لك هي حاجات انا حاجات جواك، ما هي دي حاجات رسالة. انا بحسها والله عايز اقول لك هي الموضوع كله عارف يعني نوع انك انت تحب بلدك وتنتمي لبلدك ده مش سب على فكره، ده شيء انك انت ده شيء طبيعي يعني ده السب انك ما تعملش كده وما تحبش وتدافع. فالاحساس اللي انت بتحسه يمكن هي مش رساله ولا حاجه. واحنا بالنسبه للمعونه اللي كل شويه الناس طبعا المعونه اللي بقالنا سنين عمالين نسمع المعونه لحد ما طلعوا عين ابونا. بالظبط. فراجل قلت له يعني فيمكن انا مش عايز اقول اللفظ طبعا لان احنا بنبقى حريصين على الناس اللي بتشوفنا وكده، انما هو اللفظ. وبعد كده قلت له نحن شعب لا يقع الا لله الواحد يعني. يا عم يعني اعتقد زي ما قلت لك ان احنا لو اشتغلنا وحطينا ايدينا في ايدين بعضينا وفعلا كل واحد حب البلد دي بالفعل مش بالكلام، لا محتاجين لا معونه ولا محتاجين مساعدات ولا محتاجين حد خالص. واعتقد ان احنا قادرين على ده. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يعني يشيل الغمامه دي بقى عن عيون الناس والناس بقى تبدا تشتغل تاني. استبعدوكم من لجنه اعداد الدستور ليه؟ محدش راح من الرياضيين، خدوا موقف منكم ولا ايه؟ لا والله بالعكس، يعني هو احنا بالنسبه لنا مش هي الفكره ان يبقى حد موجود او حد مش موجود. الفكره كلها ان يجب الناس تفهم معنى الرياضه. هي الرياضه دي مش مجرد ان زي ما الناس كلها متصوره ان حاجه لعبه او العاب الناس بتلعبها والكلام ده وكده. لا، الرياضه ليها بعد اكبر من كده في حاجات كتير قوي. لو اتكلمنا البعد السياسي اعتقد ان هي بتقرب الشعوب ببعضها. لو اتكلمنا بالنسبه ان الرياضه دلوقتي اصبحت صناعه، مش مجرد لعبه بتلعب، صناعه دلوقتي بقت بتدخل راس مال كبير قوي وبتشغل ناس كتير وراها ملايين شغاله، فاصبحت صناعه وصناعه قويه جدا جدا وفي كل دول العالم المتقدمه.
الرياضه بالنسبه للشعب بالكامل، لو اتكلمنا على الجزء الصحي، فهي بتبعد الشباب عن مخاطر كتير، كمخاطر الادمان، بيبقى عندك شباب اصحاء لما بيمارس رياضه، بتخلق نوع من انواع الانتماء، يمكن ما يحسوش اللي فعلا لبس فانيله المنتخب. وما بتكلمش على كره القدم، على كل واحد مثل بلده في لعبه، ابطال السله، لما كنا انا واحد الناس كنت ببقى قاعد متابع قائم جبل في الاولمبياد، ببقى حاسس ان انا مشدود، وحاسس ان فقصدي ان هي بتخلق نوع من انواع الانتماء. لو رجعنا بالتاريخ 6 سنين لورا، تشوف الشعب المصري كله كان بينزل في الشارع باعلام مصر، الاولاد الصغيرين، الاعلام في كل حته، في البلكونات، بتحبب الناس في كلمه مصر. فكرتني بالايام دي، لا كان في حد بيقول اخواني ولا نصراني ولا مسيحي ولا كافر ولا ليبرالي ولا مدني خالص. انت الناس كانت بتيجي كنا شعب. ما انا بقول لك يعني، فعايزين ان يبقى في بنود في الدستور موجوده للرياضه عشان الناس تبقى فاهمه معنى الرياضه. فهي مش مجرد لعبه بتتلعب بس زي ما قلت لك. فحته الانتماء دي اعتقد ان ده بتخلقها بشكل كبير جدا جدا، وحسيناها والله. كنا نمشي نلاقي ده معناه ان انتوا لازم تبقوا موجودين في لجنه الدستور او يبقى لكم صوت. ما هي وزير الرياضه قال لي في مادتين مقدمهم، انتوا متوافقين لكم دور في هذا الامر؟ بتفكروا؟ طبعا احنا المقترح المادتين دول، اعتقد ان يمكن المجموعه اللي موجوده اللي هي هتبقى في مجموعه هتبقى هتقابل طبعا اللي هم ال50 اللي هم هيوضعوا الدستور وكده، هم اللي واضعين البنود دي، وهم اللي حابين ان هي تبقى موجوده. مين المجموعه دي؟ مجموعه موجوده طبعا. انا مش عايز انسى حد، ولكن فيها طبعا الكابتن زكي ناصف، فيها الدكتور عم عبد الحق، فيها عدد كبير مثلا من اللجنه الاولمبيه، فيها ناس من رؤساء الانديه، من دي بمبادره منكم كده قررتوا ان انتوا تجتمعوا وتتناقشوا؟ والله دي مش مبادره، ده احنا الكلام ده من الدستور القديم اللي تم، مش بلاش القديم، اللي هو الدستور اللي هو طبعا المعطل. طلبنا طبعا وعملنا مؤتمر، وطلبنا ان احنا يبقى في وتهمش خالص، وما بقاش في خالص اصلا بند، اصلا بعد ما كان المفروض يبقى البند 86 او حاجه كده، بعد كده اتلغى خالص واتشال خالص، ما بقاش في حاجه تمت الرياضه بشيء جوه الدستور وكده. فما نامل ان شاء الله باذن الله ان بعد 30/6 وبعد تصحيح لاخطاء كتير تمت، ان يكون في بنود موجوده في الدستور تعبر عن كل الرياضيين، واعتقد ان هي هتبقى في صالح الرياضه المصريه كمان، لان لازم فصل الرياضه عن حاجات كتير جوه الدوله. اعتقد ان ده هيبقى في صالح كل واحد هيمارس الرياضه بعد كده. عاملين ايه الماتش الاهلي والزمالك؟ ناويين على ايه؟ يعني ناويين تفرحوا الشعب المصري ازاي؟ لا ما هو يعني موقف صعب، لازم في شويه يفرحوا شويه يزعلوا. اكيد طبعا يعني هو يمكن الفرقتين بيستعدوا، وكل واحد طبعا اكيد بيسعى ان هو انتوا الماتش ده فارق معاكم، يعني ما فزتوش الماتش ده وحد ادنى التعادل كمان ممكن يبقى فيه خطر على الزمالك. التعادل طبعا يبقى فيه خطر طبعا، ولكن يعني هتلعبوا على الاخرين انهم يتغلبوا والاهلي لازم يفوز وحاجات كده. بالظبط يعني هو طبعا، لا طبعا احنا نتمنى صعود الاهلي والزمالك طبعا. اكيد كلنا بنتمنى كده، ولكن هو الفرقتين بيجهزوا، مهم ان شاء الله باذن الله. كنا نتمنى، ولكن طبعا صعوبه الموقف ان فعلا يخرج المباراه دي برساله قويه للعالم كله، ان الناس كلها تبقى ايد واحده، احنا كلاعيبه جوه الملعب، الجماهير مع بعضيها. ولكن اعتقد العقوبه اللي تمت الاخيره هتصعب الامور، ان المباراه هتكون بدون جمهور. انما كل فريق طبعا بيسعى انه يكسب. احنا بنسعى طبعا ان احنا ناكد صعودنا في المباراه دي، ومباراه مهمه بالنسبه لنا، و3 نقط مهمه بالنسبه لنا، وان شاء الله المباراه تخرج بشكل الناس كلها ترضى عنها ان شاء الله. يعني هو لو الاهلي بس كان ضامن كنا قلنا لهم يعني عايزين الزمالك، بس مش عارفين برضو الاهلي لسه برضو في وضع هو افضل بس قلق ايضا. طبعا لا الموضوع صعب على الجميع، حتى الاربع فرق اللي موجودين كله عنده امال، ولكن اعتقد ان احنا بنفكر ان احنا مهمين جدا ال3 نقط دول بالنسبه لنا في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. اتضايقت لما حصل هجوم على نجم مصر محمد ابو تريكه بعد ما نسب اليه من تجاوزه في حق الجيش المصري؟ والله يمكن طبعا اكيد طبعا اتضايقت، لان لازم، يمكن انا واحد من الناس، ويمكن كتبت حاجه طبعا برضه في الاطار ده على ابو تريكه وكده، ان يمكن ناس كتير هجمته والكلام ده وكده. ابو تريكه
قادر ان هو يرد عن نفسه، لان هو طبعا مش اسم قليل ولا اسم صغير وكده. انما هي انا بتكلم في الجزئيه دي ان هي التشكيك في الوطنيه نعم. شيء، والانتماء ده شيء تاني. يعني عايزين نفصل بين اني انا بنتمي لحزب لتيار، سياسي جماعة، او الحزب. تيار او الكلام ده او كده، وبين ان انا بشكك في وطنيه البني ادم اللي قدامي. فانا من الامانه ومن عشره السنين ومن العيش والملح اللي بيننا وبين بعضينا، لا ما ينفعش النهارده ان انا اقول ان راجل مش وطني او راجل ما اداش لبلده. يعني طبعا. لازم يعني بالظبط، يعني لازم نفصل بين ده ولا انه وبين ده. لاعب خلوق ولا اي حاجه، بالظبط يعني عنده طبعا، تاريخ. بالظبط طبعا. فدي اللي انا اتكلمت فيها. بس مش من نفس الارضيه برضو، من نفس هذا التقدير. يمكن ان احمد حسن كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم ممكن يرفع التليفون على صاحبه وحبيبه وزميله والنجم ده ويساله هل ده حصل، ولو حصل يطالبوا بان هناك ما يقال وما لا يقال، ما في القلب في القلب، ولكن عليه ان يحترم مشاعر جماهير حبته. مش كل اللي بيدور بينا لازم ان احنا نطرحه. على فكره انا بطريقه لسه كنت بتكلم ان هو من 3 ايام، لان العلاقه بينا مش وده اللي لازم الناس على فكره تفهمه. ولا عتبنا على ابو تريكه من بقدر المحبه طبعا، لاننا أكيد طبعا. بنحبه جدا. اكيد طبعا، اكيد طبعا. انا كان في اتصال يمكن من 3 ايام، اخر اتصال بيني وبين ابو تريكه، وانا بقابله في البيت وهو بيجي لي، يعني ما فيش اي مشكله خالص. وعشان كده انا بوجه رساله للناس كلها وبقول لهم يجب الفصل بين ان انا بحب او بنتمي وبين ان احنا اصدقاء وان احنا اخوات وان احنا علاقتنا علاقه قويه، او جمهور ومشجع. او جمهور مشجع طبعا. بس برضه انا ليا حق طالما ده خرج. لو هو ابو تريكه بينتمي، بيحب، بيدافع شيء، وانه لو حصل تجاوز في حق الجيش، لا هو خرج للعالم. انا ما بتكلمش على التجاوز. أيوة. انا التجاوز ده شيء تاني، وهو قادر ان هو يرد عن نفسه، ولو اخطا يبقى يجب ان هو ما انا بسالك بقى انت بحكم الصداقه دي. لا انا بكلمك، انا ما عتبتش عليه فيه. انا بكلمك بص، ما ينفعش ان انا اعتب، لان انا بقول لك هو انا ما كنتش في الواقعه عشان اقدر اساله. معلش، حتى ولو تم سالته طبعا والكلام ده وكده، بس ده كلام ما ينفعش ان انا اقول حاجه. ما ينفعش تقول اذا كان نفى ولا ايد ولا دافع عن يعني هي الفكره مش في كده. هي الفكره اللي انا عايز اوصل لها، اللي انت بتقول ان انا عايز اوصل للناس ان العلاقه بينا مش علاقه ان كل واحد يحب زي ما هو عايز، كل واحد ينتمي زي ما هو عايز. انما ده اللي احنا عايزين. دي رساله طبعا، وانا متفق معاك. دي رساله اللي انا عايز اوصلها للناس دلوقتي، حتى اللي بتخرج في الشارع والناس اللي دلوقتي بتخرج باسلحه والكلام ده وكده. ما هو في النهايه احنا اخوات، وفي النهايه احنا وطن واحد، وفي النهايه احنا بلد واحد. نختلف سياسيا ونختلف وننتمي ونحب، وكل واحد يحب زي ما هو عايز. انما في النهايه ما ينفعش ان احنا انا مش هختلف مثلا مع ابو تريكه عشان عنده محبه للجماعه والكلام ده او كده، فهتقاتل انا هو او هتخاصم انا هو. لا ما ينفعش. ده احنا بينا 10 سنين. فعشان كده هو يقدر يرد عن نفسه في الجزئيه دي. انا مش هقدر طبعا ارد عليه خالص. هو يقدر يرد عن نفسه، هو قادر ان هو يرد عن نفسه، وده موضوع يخصه هو خالص. انما حته ان انا بتكلم انا هو، حته ان احنا بيبقى فيه حوار بيننا وبعضينا طبعا موجود، وحته ان انا زعلت وحزنت ان ناس كتير هجمته ان هو غير وطني والكلام ده وكده. ده الموضوع اللي حزني، ان ناس تتهمه ان هو غير وطني. لا طبعا، ده راجل كان موجود معايا في كل كبيره وصغيره، في المواقف الصعبه وفي المواقف الحلوه، وفي لما فرحنا الشعب المصري ولما اخفقنا في حاجات كتيره. فما ينفعش ان انا اشك في وطنيته. كنت مع فريق الزمالك، كنتوا راجعين ساعه ازمه شيكابالا. لا كنتش موجود. ما كنتش موجود. طيب بعد ما عرفت الازمه عرفت ايه؟ والله يعني هي انا زي ما قلت لك، طالما نجم كبير، طالما انا مش في ازمه بالظبط، طالما انا مش في ازمه مش هقدر احكم عليها ومش هقدر اتكلم فيها، لان طبعا هو تم استفزاز شيكابالا وبعض اللاعبين. ففي الحاله دي هو كان في رد فعل. نعم. انما ايه اللي تم بالظبط انا مش هقدر احكم، لاني ما كنتش موجود. يعني كابتن كبير زيك في نادي الزمالك ما عرفتش التفاصيل؟ انا ما رحتش. انا من ساعه الماتش الاخير انا خلي بالك، انا قعدت 4 ايام عندي سخونيه وبرد. انا يمكن اول يومين افوق دلوقتي وانزل. انا لسه باخد لحد دلوقتي العلاج وكده. فحتى انا والله فضلت موجود في الغردقه لمده 3 أو 4 ايام. كان عندي سخونيه شديده جدا، فلا اتكلمت مع حد ولا اعرف الموضوع اللي تم ولا اي حاجه خالص عشان اقدر احكي لك او اقدر احكم، لان لحد دلوقتي لسه حتى ما نزلتش تمرين، لان يمكن لسه بعاني من اثار السخونيه والبرد وكده. سمعت خبر استقاله كابتن حازم امام من مجلس اداره نادي الزمالك؟ لا ما كان من شويه في خبر على المواقع بيتحدث عن استقالته. والله انا بقول لك انت بعد نفسك بعيد تماما. انت ملعب بس. اليومين دول سياسه، ملعب وسياسه بقى دلوقتي عشان احوال البلد اللي احنا خايفين عليها دي. انما
يعني في امور كتير ما يمكن ما اعرفهاش والله عشان اقدر احكم فيها او اقدر اتكلم فيها. اذا كنت ناصحا او طالبا من ارضيه الملعب، من ارضيه نجوميه وتاريخ وعطاء اديته البلد ده، تقول لكل واحد ايه في هذا الشعب؟ يعني ترجوه بايه؟ والله طبعا تتمنى يمكن إيه؟ لا نرجوهم طبعا، نرجوهم لان دي بلدنا كلنا، ونرجوهم لان اللي هيجي بعد كده دول ولادنا. كل واحد ما يتمناه ان هو يعني اخلاص النوايا في كل شيء، ده مهم جدا. حب وخوف على الوطن. بلد بتاعتنا كلنا، مفيش حد هيجي، مفيش حد هيخاف على بلدنا اكتر مننا، من اللي عايشين فيها. الحاجة التانية، مش معنى ان انا النهاردة بدعم جيش او شرطة يبقى انا النهاردة مثلا انقلابي ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ولا يعني ده شيء كفاية تخوين. احنا خوننا بعض كتير قوي قبل كده، وكانت من اسباب المشاكل ان الناس كلها انت فلول وانت ليبرالي وانت مش عارف ايه وانت اخواني وانت علماني وانت اسلامي. يعني كفايانا للاسف ان احنا لو ما استفدناش من الاخطاء اللي كانت قبل كده، يبقى امتى هنشتغل وامتى هنتقدم لقدام؟ لو ما خدناش بالنا ان العراق بدأوا فيها بنووي وقعدوا فيها ودمروها، صباح خرابه ومفيش نووي. بالظبط يعني فناخد بالنا. فامتى الشعب، امتى الناس هيبقى عندها وعي وتاخد بالها ان كل ده مخطط، وكل الناس دي احنا بينضحك علينا، احنا كان في مخططات في البلد. فامتى يعني العراق، انا كنت والله في برنامج مع كابتن احمد شوبير، واحد دخل عراقي علينا قال لي كلمه حزنتني، قال لي احنا مش عايزين نفقد مصر زي ما فقدنا العراق. فبرجو الناس ان كل واحد يحكم عقله، وكل واحد يفهم ان في النهايه دي بلدنا. كل واحد اتآمر على البلد دي يراجع نفسه بسرعه، ويفتكر ان في النهايه ملوش غير البلد دي، وان لازم نرجع اخوات ولازم نعيش ولازم مع بعض. نرجع اخوات ولازم نعيش، لان في النهايه دي بلدنا كلنا. انا بدعو كل واحد ان هو يجتهد في عمله، بدعو كل واحد ان هو يشتغل، بدعو كل واحد ان هو يراعي ضميره في شغله ويراعي ضميره في بلده، لان في النهايه ولادك جايين هم اللي هيقودوا بعد كده، وده مستقبل ولادك. فما اتمناه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعضينا، وما اتمناه ان احنا نشيل خلافاتنا على جنب، وما اتمنى ان احنا بقى نثق شويه في بعضينا، شعب وجيش وشرطه وكل الناس تثق في بعضيها. واعتقد ان احنا يعني اللي مطمن الواحد ان احنا في رباط ليوم الدين. اللي مطمن الواحد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال على الجيش المصري هو خير اجناد الارض. استوصوا بمصر خيرا. طبعا استوصوا بمصر خيرا طبعا. نعم. فكل الحاجات دي مطمنه الواحد، بس امتى احنا بقى من جوانا هنطمن بعضينا لما نشيل بقى خلافاتنا على جنب، ولما نتفق ان مش فارقه مين اللي يكون موجود ومين ما يكونش موجود، مهما كان موجود هيمشي. اللي هينجح هو الناس مش رئيس. والله لو استويت رئيس من وانا مش هساعده، الموضوع انتهى بالنسبه لي. فانا ما اتمناه ان احنا فعلا نجتهد، ان احنا فعلا نخاف على بلدنا، ان كل واحد يشتغل بما يرضي الله. وفي النهايه اعتقد ان بلدنا فيها خير كتير قوي، بس الناس تخلص النوايا في شغلها باذن الله. كعميد لاعبي العالم كابتن مصر احمد حسن، نورتني، بشكرك جدا. انا اللي بشكرك، وبننتظر رسائلك الجديده. بشكركم. دي كانت نهايه فقرتنا. الفقره القادمه ساستقبل ضيفي العزيزين استاذ دكتور محمد عماره جراح القلب الشهير، وزميلي الدكتور محمد فتحي مدرس الاعلام بجامعه حلوان والكاتب الصحفي المعروف. وخلونا نتكلم في مصر بشكل تاني. نلتقي بعد الفاصل.